برضه ان الفيصلي السعودي بيفكر في ضم حازم امام، وانت وكيل اللاعبين هناك في السعوديه، هل الكلام ده صح ان الفيصلي بيفكر برضه في ضم حازم امام؟ هو طبعا لان كان الفيصلي لو تتذكر حضرتك مرتين اتنين ان انا تقدمت بعرضين لنادي الزمالك. ونادي الفيصلي فعلا متمسك بالكابتن حازم امام، واخد بال حضرتك، ومفيش اي مانع لو الزمالك اوكي وافق واستجاب بنقدم عرضنا وبنخلص ان شاء الله يعني. ده الفتره اللي جايه فتره الانتقالات الشتويه؟ باذن الله في الانتقالات الشتويه. هيبقى اعاره ولا بيع وشراء؟ والله هو حضرتك يعني المفروض هيبقى خلاص، هو عقد حازم بقى فيه سنه. ناقص سنه؟ تخلص امتى؟ نهايه الموسم الحالي ولا اللي جاي؟ لا نهايه الموسم، يعني نهايه ديسمبر اللي جاي. نهايه طبعا في الحاله ديت هنحاول طبعا نتكلم على موضوع الانتقال النهائي. انتقال النهائي. وكلمتوا حد في الزمالك ولا لسه مجرد ان لسه احنا خلاص يعني على وشك ان شاء الله نبدا في المفاوضات معاهم، وهنتكلم على الانتقال النهائي الاول، لان هو باقي في عقده سنه، يعني يا اما بقى موضوع اذا كنا هناخده اعاره بنيه البيع، واخد بال حضرتك، لان ما يعني خلاص يعني هو حازم من حقه في يونيو اللي جاي ان شاء الله يوقع على اي نادي. تمام. طيب في لعيبه مصريين تانيين ممكن يكونوا يعني الانديه السعوديه بتفكر في ضمهم الفتره اللي جايه؟ والله هو كابتن سيد حمدي. بس سيد حمدي ده كان ماضي لك قبل ما يعني لما كان ساعات ما كانش بيلعب في النادي الاهلي وكان عايز عرض بره، ولكن دلوقتي اعتقد الاهلي مش هيفرط فيه ان سيد متالق وبيلعب بشكل اساسي يعني. ايوه يا كابتن كريم، الحته دي اللي عايز اقولها، ان فعلا ان موضوع تالقه في النادي الاهلي ولعبه، وبعدين لعب في المونديال بتاع الانديه كاس العالم، يعني فعلا ظهر بصوره جيده. فالنهارده النادي الاهلي بدا يتمسك بيه، والكابتن حسام البدري بدا يلعبه خلاص، وما اعتقدش ان هم النادي الاهلي هيستغنوا عنه يعني. في حد تاني في السعوديه بتفكر او الانديه السعوديه بتفكر فيه؟ والله يعني هو كابتن محمد شوقي في العراق دلوقتي، ويمكن يعني ربنا يسهل يعني على حسب يعني يمكن ايه مين بيفكر في محمد شوقي في السعوديه؟ لا مش السعوديه بقى، يعني ان شاء الله يمكن يكون في الامارات باذن الله يعني. في الامارات. انت محمد شوقي انت وكيله او ماضي معاك؟ انا ماضي مع محمد شوقي. انت اللي وديته العراق؟ لا مش انا اللي وديته العراق، هو راح العراق وفي عقده حاطط على اساس ان من حقه ان هو يعني يسيب النادي ويتنازل عن 25% من مستحقاته اللي هو اخذها، واخد بال حضرتك، مقابل ان هو ينتقل لاي نادي. ايه اللي جاي له في الامارات او مين اللي بيفكر فيه في الامارات؟ لا هو لسه يعني في 3 انديه وتفاوض معاهم، بس يعني خليها دي لحد ما نستقر على نادي ان شاء الله، وهبلغ طبعا الكابتن كريم اول واحد يعني. انت موقع مع حد من مصر غير السيد حمدي وحازم امام؟ احمد عيد عبد الملك ومحمد شوقي والسيد حمدي وطبعا حازم ونور السيد واحمد المغاني. تمام. بشكرك شكرا جزيلا وكيل لاعبين الاستاذ شريف مشالي. اتحاد الكرة بيحدد مبلغ من 500